إنسانة بمعنى الكلمة. فقالوا لي انت هتطلعي محجبة، قلت لهم ماشي، منقبة، قلت لهم ماشي. مين هي روحية سالم؟ بقول للمخرج حاضر ونعم. روحية سالم مع ولا ضد؟ وانت هتقعد تزايد انا مش هسمح لك. يعني بقول جريئة، وانا واثقة ومتأكدة ان بلدي بتتحارب. شكرا. وأنا عرفت الحاجة اللي بتبكي روحية سالم. بس ربنا حافظ مصر بشعب واعي. عارفة إن ابنها رايح فدا مصر. راجل. بقول لك انا لو ياخدوا روحي بس. وبلدي تبقى كويسة انا مش هتردد، مش هسمح لحضرتك تيجي تتكلم عليها كلام عيب عندي. على براءتك وشجاعتك، طبعا الله كل كلمة يخليك. تطلع من حضرتك مستقبل. تعاطفت معاه في انه بعد ما كان ضابط بقى متهم. انت عندك محتوى الناس تديك عليه فلوس، بتصدر ايه بالظبط حضرتك؟ انت كشفت حائط السطر في بيتك، اوعي تزعلي ان انا هنتقدك. وفاة أخوكي أثرت فيكي؟ حتة منك، هو خد كل حاجة. احنا لحد دلوقتي اصلا مش مستوعبين ان هو مشي. يعني انا بيبقى عندي يقين كتير ان الباب بيخبط وهو يخش يضحك لي. يا مساء الخير متابعي بودكاست مع حسين الوزيري. النهاردة ضيفتي ضيفة جريئة، إنسانة بمعنى الكلمة، بتقول كلمة الحق حتى لو على حساب حياتها الشخصية. معايا النهاردة الفنانة الجميلة اللي كلنا بنحبوها، شفناها في إعلانات كتير، شفناها في مسلسل الأنسة فرح. أهلا وسهلا أستاذة روحية سالم. ازي حضرتك يا فندم؟ الله يخليك، ميرسي، شكرا. منوراني النهاردة طبعا. ميرسي، ربنا يحفظك. أستاذة روحية، أنا عايز برضو الناس تعرف حاجات كتير عن روحية سالم. مين هي روحية سالم؟ والله أنا ست مصرية عادية جدا. كان طموحي إن أنا أبقى ممثلة لأن أنا بحب التمثيل جدا. درست في المسرح. كان الدكتور أشرف زكي كان في أوبشن في المعهد. كان 2008 2009 إن احنا ندرس 4 دورات متتالية على مدار سنتين. فقدمت في المعهد ونجحت ما شاء الله. واشتغلت مسرح واشتغلت في مسلسلات، وآخر حاجة لشغلي مشتركة في فيلم ايجي بيست مع أستاذ أحمد مالك. ما شاء الله. ده قريب الفيلم ده؟ قريب، بيتصور دلوقتي مع أستاذ مروان عبد المنعم، إن شاء الله يبقى كويس. بسم الله ما شاء الله، نشوفك قريب بإذن الله على ميرسي. الشاشات، ودايما شايفينك في الإعلانات الجميلة ربنا اللي يخليك. بنشوفها على شاشات التلفزيون. ميرسي. شكرا. مواليد القاهرة؟ مواليد القاهرة سنة 23/7/66. يعني بقول جريئة، يعني دايما مفيش سيدة مصرية أو سيدة عربية بتحب تقول السن بتاعها. لا والله مش دايما. يعني أنا بحترم كل سيدة تخبي سنها أو تقوله، بس أنا ببقى سعيدة، ببقى مرتاحة. أنا عندي 59 سنة. ما شاء الله ما شاء الله، ما يبانش. نمسك الخشب بقى. ميرسي على الذوق. نمسك الخشب. شكرا. ما شاء الله على حضرتك. شكرا. حضرتك مين كان دفعتك في المعهد؟ في المعهد من زمايلي احنا كلنا كنا داخلين اللي هي الدراسات الحرة. لكن في التوقيت ده كانت أستاذة أيتن عامر. بس هي كانت في الانتظام. احنا كنا في المعهد دراسات حرة بعيدة عنهم خالص. بس كانت في التوقيت ده كانت أستاذة أيتن اللي كانت في السنة اللي احنا كنا فيها. يعني جميلة. أنا سمعت إن حضرتك كان أستاذ عندك، أستاذ سعد أردش. اللي كان في أستاذ سعد أردش. الامتحان بتاعنا اللي كان ماسك الدفعة بتاعتنا الدكتور سعد أردش الله يرحمه، عملاق الله يرحمه. المسرح العربي طبعا. وكان من أصعب الامتحانات اللي احنا كنا نقف قدامه وتقف هو اللي هيحكم إذا كان عندك موهبة ولا لأ. دي كانت من أصعب الامتحانات. أستاذ كبير جدا جدا. وكان الامتحان كان قاسي جدا، ما كانش سهل. وكان ساعتها ان مقدمين فوق 10,000. خدوا مننا تقريبا 30 أو 50. درسنا 4 دورات على مدار 4 سنين، على مدار سنتين. يعني نقول حضرتك اختيار الفنان الكبير سعد أردش. لا والله مش كده. هم الاختبار اللي كان في المعهد كان اللي بيرقص اللجنة الدكتور سعد أردش. دكاترتي بقى في المعهد الله يرحمه الدكتور أحمد عبد الهادي، الدكتور هاني مطاوع، الدكتور أيمن الشيوي دلوقتي ربنا يديله العمر يا رب. ربنا بجد دكاترة المعهد أضافوا لنا كتير، وهم اللي بيحددوا إذا كان عندك موهبة ولا لأ. الدراسة مهمة جدا، دراسة مهمة جدا للموهوب عشان يأكد على موهبته طبعا. بس اسمحي لي أقول لحضرتك بقى، روحية سالم خدت فرصتها؟ لا بص، هو الاجتهاد والمجال بتاعنا قاسي شوية. يعني لازم تشتغل كتير على نفسك، ولازم تشتغل كتير قدام الكاميرا وعلى الظهور باستمرار. والظهور وده ما بيبقاش غالبا في ايدينا اصلا.
احنا بيتعرض علينا شغل وبنعمل اوديشنات اختبارات، وافقوا بيك او موافقش، لو ما حدش يعني لو وافقوا لك هتشتغل. بس لما ما بشتغلش في اوديشن ما بيبقاش العيب فيا، العيب ان هو الشخصيه مش بتاعتي. فكل ما بتشتغل اكتر كل ما بتتعرف اكتر، بتجتهد اكتر، بالذات في مجالنا صعب قوي قوي ان انت تظهر فيه بسهوله. طبعا. بالذات كمان لو انت دارس وعدد الناس اللي بتمثل بقوا كتير قوي، كتير. كلهم عايزين يمثلوا. بس برضو اللي بيمثل بجد، الناس الممثلين اللي بجد زي آه، حضرتك عددهم برضو مش كتير. بص، هو اللي بيقف قدام الكاميرا ويثبت جدارته من اول مشهد اعرف انه عبقري. اللي أكيد. بياخد وقت مع الجمهور بيبقى بيتعلم بيتعلم. بيتمرن، المرة الجاية هيبقى أحلى، المرة الجاية مش. لكن أنا عندي يقيني إنك أنت هيبان إنك ممثل عبقري أو ممثل شاطر من أول مشهد. أول مشهد حضرتك عملتيه؟ أول مشهد سينما ليا مع أستاذ عمرو سلامة في فيلم 60 جنيه اتعرض في مهرجان الجونة السنة اللي قبل اللي فاتت. ما شاء الله. كانت أول تجربة سينمائية ليا، وكنت طالعة دور بتتكلم على العنف الأسري. يعني كل القضايا بتاعتك ليكي قضية ليكي. ما هو الفيلم مم. اللي بيحطوك فيها الحمد لله يعني. ما شاء الله. اختيارك برضو للأدوار اللي انا بتعمليها. انا لحد دلوقتي مش في ايدي ان انا اختار. مم. لسه ما عنديش جمهور كتير، لسه بشتغل كتير عشان الناس تعرف ان انا ممثلة شاطرة. لكن استاذ عمرو سلامة جابني من الاعلانات، قال لي مم. مساعدين الاعلانات رشحوكي ليا، واخر يوم في الفيلم قال لي انت تفوقتي اكتر من. فدي كانت اول تجربه سينمائيه ليا مع استاذ عمرو سلامه. كان الفيلم بيتكلم على العنف الاسري، اتعرض في مهرجان الجونه. هو فيلم روائي مدته 20 دقيقه، كانت من اروع التجارب. كنت في اكاديميه تمثيل مع استاذ عمرو سلامه، وانا بقى قاعده انت بتخش اللوكيشن اكبر يعني. انا تلميذه، انا داخله، انا دارسه في المعهد وشاطره قدام الكاميرا، بس ذكاء الممثل، او انا بكلمك عن نفسي ان انا بخش اللوكيشن انا بقول للمخرج حاضر ونعم، هو عايز مطيعة. يبيني في احسن صورة. طبعا. فلازم اكون مطيعة معاه ومستعدة لاي طلب في رياكشناتي في ادائي في كل حاجة. وانا الحمد لله ربنا كرمني، ما وقفتش قدام كاميرا ومخرج قال لي اعملي كذا وما تعملي. هم بيسيبوني من اول مرة، بقى بيسيبوني كده اشتغل براحتي، ولو عملت حاجة اوفر يوقفني. انما هو طول الوقت سايبني، فهو بياخد احسن رياكشن فيك وانت مرتاح مش بالظبط. متوجه. يعني رياكشنك مش متوجه، الطبيعي. فدي طبعا شابوه لاستاذ عمرو سلامة واستاذ مروان عبد المنعم في الفيلم بتاع ايجي بيستي الجديد. يعني نقول البداية كانت موديلز اعلانات. ده اول شغل ده طبيعي. حتى لو انا درست المسرح في المعهد 4 دورات على مدار سنتين، وانا في المعهد كانوا بيرشحوني لمسرح الدولة. اشتغلت مع استاذ حسن عبد السلام، كانوا دكاترتي بيرشحوني ان انا اشتغل على المسرح وانا بدرس. حضرتك عملتي مسرح؟ طبعا اشتغلت مسرح كتير. زي ايه مثلا كده؟ اشتغلت مع نساء السعادة مع استاذة وفاء عامر. تمام. وكان شيخ المخرجين الله يرحمه استاذ حسن عبد السلام. الله يرحمه. اشتغلت مع استاذ محمد رياض في رواية اسمها حباك عوضين تامر. أيوة. واستاذة ليلى طاهر الاسطورة الجميلة دي، واستاذ يوسف داوود الله يرحمه. الله يرحمه. انا كنت عمالقة يعني. عمالقة طبعا سحر. انت بتبقى طبعا واقف حاسس ان انت قدام استاذ، وانت واقف بتسمع وبتشوف. بس الفنانة ليلى طاهر لما اشتغلتي معاها كانت بتساعد حضرتك، بتوجهك، ليلى طاهر أسطورة طبعا. بتبقى في الكواليس وانا ببقى جنبها في الكالوس اللي جنبها. انا لما بشوفها داخله ما بقدرش اسلم عليها، لان هي لابسه الشخصيه ومش عايزاك تقطع عليها وتزيك لا ما عندهاش. فانا ببقى واقفه واخده وضع الثبات قسما بالله. بتيجي وانا واقفه قبليها طبعا عشان انا لازم فهي داخله بتسلم عليا. اول ما بتسلم عليا دي انا ببقى هطير من الفرحه. الشخصيه بتخش. هم اذكياء، الممثلين الكبار اذكياء، عندهم خبره، بيتعاملوا معاك عشان يدوبوا التلج اللي بينك وبينهم. ايوه. ما اي حد من الفنانين الكبار بتوعنا اللي احنا بنتعلم منهم طبعا. لازم يدوبوا التلج اللي بينك وبينهم عشان ياخدوا منك احلى اداء، يساعدوا انه يقدم احسن ما عنده. ذكاء بصراحه. طيب الناس عرفت روحية سالم وابتدت تعرف روحية سالم من مسلسل الأنسة فرح. كلمينا عن دورك في انا عايزه اقول لك الدور اللي انت عملتيه في الأنسة فرح في دار ايتام.
انا عايزه اقول لك اول وقوفي قدام الكاميرا بعد المسرح كان الدور الصغير اللي كان مع انسه فرح، ايوه انها بتاعت قاعده في دور ايتام والمشهد البيبي والحاجات دي كلها، ده كان اول شغل ليا. مؤثر وكان قوي المشهد. لا واشتغلت تاني بقى في مسلسل كوبرا ومع استاذ مسلسل محمد عادل كوبرا. امام، كنت مم. مشرفة الدار. مم. واشتغلت مع استاذه كامله ابو ذكري في مسلسل ما بطلوع شاء الله. الروح. طبعا استاذه كامله ابو ذكري طبعا اسطوره. اسطوره كبيره طبعا. فقالوا لي انت هتطلعي محجبه، قلت لهم ماشي، منقبه قلت لهم ماشي، عشان في مسلسل بطلوع الروح كله كان بالنقاب. ايوه قلت لهم مش مهم، هي ذكائها وانك تاخد الرياكشن من عينيك بس، الاكشن بتاع العين. من عينيك. شاطر. فالكاميرا مرعبه بصراحه. استاذه روحيه، بدايه فيديوهاتك كنت بتعملي رياكت على البلوجرز وتقلديهم. اه تقدري تجيبي لنا حد دلوقتي، تقلدي لنا حد؟ والله بص، انا كنت يعني انا درست مسرح، ففي حته ان انا اخد منك شخصيه او اشوف تفاصيلها. مم. فانا لما كنت بشوف الناس وهم قاعدين بشوف تفاصيل القعده بتاعته وطريقته وكلامه ونظرته واللوكيشن. يعني السوشيال ميديا بيعملوا لوكيشن عشان يطلعوا يقنعوا الناس اذا كانوا اللي بيقدموه ده مقنع ولا لا. فانا يعني اقعد اشوف ايه اللي وراك وايه اللي جنبك وانت قاعد ازاي ولابس ايه، وان ده لبسك الحقيقي ولا لا، ولا انت طالع تعمل شو قدام الناس. مم. فكان الموضوع بيستفزني في ان انا لازم اقعد ابص لعينيهم وهم بيتكلموا. مم. فانت بتتكلم، لا انت بتكذب، يعني انت بتمثل مم. علينا، انت مش حقيقي. مش حقيقي. العين دايما بتكشف. العين بتكشف، وانت لو شاطر وبتجمع ال الناس اللي قدامك هتعرف اذا كانوا الناس دي حقيقية ولا هم بيمثلوا علينا. تقدري تقلدي حسين الوزيري، تعملي رياكت على حسين الوزيري؟ طبعا. انت قاعد بتتكلم كده. أستاذ حسين، أنت إيه اللي خلاك تفكر تقعد تسأل الناس ومفيش حد أبدا قعد معاك وسألك؟ ولو قعدنا نسألك الأسئلة الكتيرة دي هتجاوب عليها بصراحة ولا هتجاوب إجابات دبلوماسية؟ يعني ممكن اقدر اقولك اجابات دبلوماسيه بس هكون صريح. يعني أوكي. انا من الناس اللي دايما صريح في كل شيء. بتحب تسمع للناس أكتر بدليل إن أنت بتقعد تسألهم وتسمع لهم؟ مستمع جيد، بحب اسمع للناس جدا وبحب اسمع شكاوي الناس جدا. أوكي، دي حقيقة، تحية. بحب اسمع شكاوي الناس. والله أنا بحييك بحييك. وبدايتي كانت في الشارع، مذيع شارع. ان انا كنت بشوف مشاكل الناس في الشارع وبحب اسمعها، ولو كان في ايدي ان انا اقدر اتوسط واحل حاجة وانقل حاجة من مكان، اغير مجرى، كنت بعمله وانا واقف مع الشخصية وقتي قدام الكاميرا. والله شابو ليك، مش اي حد بيعمل كده. وحته ان انت تتعامل مع الناس في الشارع ما بتبقاش مترتبه ومش عارف رد الفعل ده ولا طريقه طبيعي، الكلام ده اللي طبيعي. بيقولوها لك. فبجد شابو ليك، بجد برافو. اشكرك جدا جدا ميرسي جدا. ميرسي. طيب مداريه علينا الضحكة الجميلة دي ليه؟ لا خالص. يعني انا عندي توصية من بعض المتابعين عندي ايوه، النهارده بيتراهنوا معايا، عايزين يشوفوا ضحكة روحية سالم. عشان طول الوقت بقرا تعليقات بشكل جدي، ايوه ولما باجي ارد فاكيد مش ههزر معاك ولا ابتسم. بس حرمانة من الضحكة الجميلة دي على والله على السوشيال قد ميديا. ما بقدر بحاول. انا عايزه اقول لك لما باجي اعمل ليبسنج على اغنيه او مشهد كوميدي من دراستي، انا عاشقه للتمثيل. ايوه فلما اجي اعمل مشهد كوميدي مثلا من رايه وسكينه، او مش عارفه مشهد كوميدي منين، الناس بتتخض. ايه ده؟ هو انت بتعملي يا عم انا ممثله ودراستي مسرح وعاشقه للتمثيل. ما شاء يا جماعه الخير، انا طلعت على السوشيال ميديا كممثله، الله. ايوه عايزه اعمل عدد كتير من المتابعين ايوه. عشان اتعرف اكتر، عشان حضرتك شخصية معروفة برضه يا يا رب فندم. يخليك يا حبيبي، كلك ذوق. ميرسي. ده شرف لينا وجودك طبعا الله معانا. يخليك، بالعكس انا متشرفه بيكم النهارده بجد. ربنا ميرسي جدا. التيك توك او السوشيال ميديا عموما عايزاك وانت بترد على الناس ترد بشكل جاد. اكيد ايوه مش هنهرج، او اللايف بتاعي ما بيبقاش كوميدي مثلا، ايوه. او الاسئله بتبقى خفيفه. لا، اسئله عايزه ترد وتتكلم وتقنع اللي قدامك، فاكيد هتقول بشكل جاد. ايه الحاجة اللي ممكن تضحك روحية سالم، وايه الشيء اللي ممكن يبكي روحية سالم؟ بص، موضوع ان انت احنا كلنا دلوقتي مع الاسف ما بقناش نضحك بسهولة، بس احنا بندور على الابتسامة والضحكة. نسينا النكتة، كنا شعب يتقال علينا شعب ابن نكتة. لا وما زلنا، احنا ما مش زلنا. زي زمان. لا، هي بس الايام بقت اسرع، مم. متطلبات الحياة بقت كتير، فانت مركز قوي في متطلبات الحياة ويومك ووقتك وظروفك وولادك ومدارسهم
الحياة بقى رتمها سريع والأيام بتجري، فأنت بتحاول تبقى سعيد، بتحاول تبتسم. كل واحد فينا عايز يبقى سعيد وعايز دايما يبتسم، بس مش بمزاجك، انت مشغول طول الوقت اكيد. ومضغوط. فلما تلاقي حاجة كوميدي أو حاجة تبسطك أكيد مش هتتردد فهتضحك. الناس حطت روحية سالم ان هي ست وطنية عندها غيرة على جيشها، على الشهداء، على المنسي، على الشبراوي وخالد المغربي وغيرهم كتير من ابطالنا الشهداء المصريين. ده شرف. تقدري تكلمينا؟ طبعا بلدي، بلدي جيشي روحي مصر. لما تقول تحيا مصر يقولوا لك انت محتواك وطني. لا، ده بلدي. بلدنا بلدي بلدي، وانا عارفة ان بلدي بتتحارب، عارفة ان بلدي تحت ضغط، وان احنا بنتقدم، وان احنا عايزين نبقى ناجحين وعايزين نطلع لقدام، وانا واثقة ومتأكدة ان بلدي بتتحارب. فانت لما تسمع انا قاعدة في لايف وحد يسب بلدي او يجي جنب الجيش او جنب رئيسي، لا اسمح لك ابدا. طبعا. انا دارسه مسرح طبعا. ومحتوايا مسرح، لكن انا بقول تحيا مصر تحيا ويعيش مصر. الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا. ويحيا جيشي وشرطتي طبعا. وارضي وبلدي وحدودي. هو ده الطبيعي. طبيعي احنا الستات المصريه كلها زيي. طبعا. اوعى يعني انا جات لي فرصه ان انا اعمل فيديوهات واطلع على الميديا او يكون عندي مشاهدات على فيديوهات تحيا مصر. لا، انا نقطه في بحر من ستات مصر، احنا كلنا كده. الست المصريه هي اللي ربت الشباب اللي واقفين على الحدود في سيناء. طبعا. الست المصريه بتتكلم زيي وعارفه ايه اللي بيدور حوالينا من اشاعات، من تصدير صوره بلدي بشكل وحش قدام العالم. بس ربنا حافظ مصر بشعب واعي عايز تستثمر في بلد وعي شعبها، واحنا توعيه شعبنا دي حاجه رباني، مش متوجهين. في ناس كتير يقول لك ايه ده هم القلب روحك غيرتك على بلدك، غيرتك جداً. ان في حرب بتيجي من كذا شخص مختلف من اتجاهات كتير. احنا ناس بقينا كتير يهمهم خراب البلد. احنا بقينا واعيين كفايه. ابسط حد في الشارع هتقابله وتيجي تكلمه عن مصر بشكل وحش هيرد عليك بشكل عنيف. فالطبيعي انا لما اكون قاعده في لايف وحد بيوجه كلمه وحشه لبلدي او لشهدائنا او لجيشي او على رئيسي او لحد من بين بلدي، ما بسمحلكش. اكيد طبعا. لا استوب حضرتك، انت بتتكلم على واحده مصريه او بتتكلم على راجل مصري او بتتكلم على الجيش المصري، حتى لو انا بنتقد وانت هتقعد تزايد انا مش هسمح لك. طبعا. انا انتقد ابن بلدي او انتقد بنت بلدي، لكن لو حد غريب هيجي جنبهم مش هسكت له. صح. دي طبعي ودي شخصيتي، مش بمثل لك او مش عشان انا معاك في البرنامج او مش انا على التيك توك. لا، هي دي شخصيتي وطبعي. حتى في الشارع، حتى اي حد هيقرب من بلدي او ينتقدها بالسلب انا مش هسمح له خالص. اسمحي لي، انا بحترمك جدا جدا جدا. شكرا. وانا عرفت الحاجه اللي بتبكي روحي سالم بلدي من دمعتك هي مصر. بلدك. طبعا روحي. بقول لك انا لو ياخدوا روحي بس. وبلدي تبقى كويسه انا مش هتردد. الستات مصر كلهم كده على فكره وبناتها، احنا فاهمين وواعيين وعارفين ايه اللي وشباب مصر وشباب مصر القمر. لا دول في حته تاني بقى خالص. شبابنا طبعا أكيد. طبعا رجاله ورجالتنا اللي بيقفوا في الحدود طبعا. انا بكلمك على الست المصريه بالاخص لان هي اللي ربت الرجاله اللي واقفين على الحدود. طبعا. لازم الناس تعرف كده. الشباب اللي واقفين على الحدود اتولدوا وست مصريه وجهتهم لحبهم لبلدهم ويستشهدوا من اجل بلدهم وشرف بلدهم وارضهم. الست المصريه طبعا. رجاله بلدنا وشبابنا اللي واقفين على الحدود دول لا، ده في حته تاني خالص، خير اجناد الارض. الام المصريه ممكن توصل ابنها لحد الثانويه والكليه وتبقى خايفه عليه، ولكن لما بيجي يروح الجيش بتبقى سايباه يلا توكل على الله، عارفه ان ابنها رايح فدا مصر. راجل. استاذه روحيه، شايفه مستقبل مصر 2030 في ظل مشاريع التنميه والطرق، شايفاها ازاي؟ شايفاها قد الدنيا رايحه فين؟ مصر مش رايحه فين. انت فين دلوقتي؟ كان لسه في احصائيه معموله على ان اجمل بلد في قاره افريقيا وفي الدول العربيه مصر. أيوة. الاولى 20 على العالم. طب ما هو ده انت فين؟ انت في حته تاني خالص. انا حابب اتكلم في النقطه دي برضو لان مفيش ناس كتير اثارت الموضوع ده. لا اثاروا كلهم عارفين وكلهم بيقولوا. أيوة. واللي ما بيقولش ده مع حته تاني مع نفسه هو. لا، المصريين كلهم عارفين وشايفين، والحاجات والمشاريع ملموسه. خدت رقم كام؟ كل الاولى على افريقيا والدول العربيه من اجمل بلدان العالم. من أجمل بلدان العربيه العالم. والافريقيه طبعا. 20 على العالم.
في ظل ايه بقى؟ في ظل الاحداث اللي بتحصل حواليك في المنطقه. طبعا. لا انت ما كده شاء انت الله علينا. ربنا يبارك في ربنا حكومتنا يبارك فيك وشعبنا الواعي. يا رب. الشعب هو اللي بيكمل يا رب. المسيره يا مع رب. الرئيس مع الجيش. المصريين فيهم ميزه رهيبه، يعني اوروبا وامريكا هيتجننوا مننا ان احنا واحد، احنا ما عندناش تفرقه متماسكين جدا. انت جيش وشرطه وشعب ورئيس ايد واحد. واحده. لما تيجي تقول لي انا بحب الشعب وما بحبش الرئيس، اقول لك انا اسفه، الشعب هو الرئيس الشعب والرئيس هو هو الرئيس. الشعب الرئيس ده والجيش. مختار من ربنا، ربنا هو اللي ما حطه عشان تفرقش. بلد كامله. هو مش فكره ان رئيس، فكره ان هم عايزين يفرقوا. ما تفرقش. مش هيعرفوا. قوه مصر مش في هيعرفوا. اتحادها بالظبط. مش هيعرفوا بالظبط. يعملوا حاجه ما معانا. عشان كده هم كانوا غلبانين. عرفوا من زمان. ما هم عشان كده تعبانين معانا. بالظبط كده. بالظبط. ربنا يحفظنا. يا رب امين يا رب. حضرتك كنت من اوائل الناس اللي قدموا بلاغات في البلوجرز وصناع المحتوى وبالاخص بتوع التيك توك. احساس حضرتك ايه لما وزارة الداخلية خدت خطوات سريعة لدرجة ان احنا بقينا نشوف الناس بتتمسك بالهدوم اللي هي ظهرت بيها في الفيديو في اللايف او في اللايف، طالعين بنفس اللبس حقيقي بسرعة القبض عليهم. هو حته ان انا عملت بلاغات، انا كنت بسلط الضوء في الفيديوهات بالرياكتات بتاعتي. تمام. اعمل فيديوهات كتير، انا شفت في حاجه هنا غلط مش مظبوطه فسلط عليها الضوء، واتسلط عليها الضوء جامد. اللي عمل البلاغات المحاميين 30 محامي بلغوا في 3 جهات رسميه في ناحيه وزاره الداخليه. أيوة. وكانوا الفيديوهات كميه الرياكتات اللي انا كنت بعملها وسلط الضوء عليها، وناس تانية كانوا معايا بعد بدايتي. فدي وجهت النظر لانك تكون فين وتشوف فين المحتوى اللي يتبلغ عنه. حضرتك ألقيت الضوء على جدا ناس وما زلت وعلى حاجة وما ما زلت كانتش مش محدش واخد باله منها. وما زلت مين من البلوجر او من التيك توكر اللي حضرتك اتعاطفتي معاهم لما تم القبض عليهم؟ بص، اشهر بلوجر كان شاكر. أيوة. بس انا انتقدت شاكر لما طلع وقال انه بيكسب 1,000,000 جنيه، استفزنا كلنا وعملت عليه فيديو. ايوه. وقلت له انت ادينا السر بس انك انت بتكسب 1,000,000 جنيه عشان نكسب زي حضرتك، يعني ادينا الداتا او انت كده. طبعا عملت الفيديو وسبته. لما اتقبض على المجموعة كلها بعد مجهود كبير من وزارة الداخلية، والداخلية كانت مراقبة تيك توك اساسا بقالها فترة. يعني بقالها فترة، يعني اللي طبعا اتقبض عليهم دول كانوا تحت النظر. تحت النظر ومتراقبين. اصلي مش هتقبض كده وخلاص. لا، كان التيك توك تقريبا تحت عيون الداخلية بقالهم فترة طويلة لحد ما اجمعوا مين اللي بيعمل الفيديوهات او الفيديوهات الخادشة او اللي عنده محتوى غير لائق او الكلام ده كله. ومن الطبيعي ان يشوفوا الدعم الاوفر. انا انتقدت شاكر في الفيديو، لكن اول ما اتقبض عليه تعاطفت معاه في جزئيه صغيره قوي، ان انا اعرف ان خلفيه شاكر كان ظابط. أيوة. من الفيديوهات اللي هو كان بيقولها والناس قالت. أيوة. وهو كمان مره قال طلع ان هو كان ظابط. كان ظابط وقدم استقالته. تعاطفت معاه في انه بعد ما كان ظابط بقى متهم. دي قاسيه جدا. قاسية يعني البلوجرات التانيين اللي اتقبض عليهم عاديين. لكن كون ان كان ظابط وتدخله حجز وتتعامل معاه كانه متهم، دي كانت اقصى حاجه قسما بجلال الله. يعني اهرنا عليه شويه في الحته دي، لكن لو غلطان هياخد جزاؤه، لو بريء هيطلع. لان القضاء عندنا والنيابه احنا واثقين فيهم جدا جدا جدا. هو لو غلطان هياخد جزاؤه أكيد. ولو بريء هيطلع. لكن الجزئيه اللي انا اتعاطفت معاه فيها في حته انه كان ظابط واصبح متهم. الناس اصلا اتلخبطوا روحية سالم مع ولا ضد؟ يعني دافعتي عن شاكر وهاجمتي يعني بعض دور الرعاية تقريبا كده لما انكروا الخير اللي هو عامل. طبعا ممكن تشرحي لنا الحته ما عايزه اقول لك حاجه. هو انا كوني ان حضرتك انت بتعمل حاجه مش عجباني، فالمفروض لما تعمل حاجه مش عجباني وحد يتكلم عليك وحش او حد يقول حاجه غلط عليك، انا هسكت؟ لا، هقول أكيد. انا بنتقدك، مش بكرهك ولا بهاجمك ولا انا وانت عارفين حاجه شخصيه، يعني عارفك حاجه شخصيه فتكون انت محتويه. لا، انا سمعت ان انت عملت خير ورحت عند ناس وناس، حتى لو انت مش عاجبني، بس انا شفتك وانت بتعمل الخير. لا أيوة. حضرتك انت غلطانه، هو عمل معاكي خير 1 2 3 شفناه كلنا. اوكي. هو لو مظلوم هيطلع
ولو ظالم هياخد جزاء. بس طبعا في فرق ان انت تنتقد حد، وفي فرق ان انت تكره وتشتغل عليه. انت بتنتقد جزء الناس كلها شافته، حتى وانت بتنتقد انتقد وانت عندك مبدأ، وانت محترم الناس. طبعا. لما تنتقد حد، يعني انا بنتقد سيدات كتيرة جدا على التيك وتقولي توك. حضرتك وبتتكلمي بطريقه لا كمان يعني انا بنتقد واحدة ست مثلا، انا بنتقد يا سيدي بلوجر بتلبس لبس مش مؤدب. اوكي، انا مش هسمح لحضرتك تيجي تتكلم عليها كلام عيب عندي، عشان انا انتقدت حاجة الناس كلها شافتها واستاءت من المنظر، لكن انا مش هسمح لك تيجي تتكلم عليها كلام عيب. اكيد. خلاص انا انتقدتها وخلاص، وهي مش الست الشخصية مش محتوايا. انا انتقدتك وحطيت الفيديو على صفحتي، والناس تقبلت نقدي واتفقوا على كلامي، ولو الحكومة او الداخلية شايفة ان هي فعلا اللي انا بقوله صح، بيروحوا يراقبوا فيديوهاتها، فعلا فيها ايحاءات وفيها الفاظ وفيها حاجات خادشة للحياء، وان هي لا تناسب الست المصرية ولا الأسرة المصرية ولا حتى الشارع المصري. بيعملوا عليها يسلطوا الضوء عليها، وبيلاقوا كل الكلام او الاعتراض اللي انا بقوله صح. فده شيء طبيعي. لكن هي شخصيا محتوايا لا طبعا. انت مش انت بقى اللي هشتغل عليه بقى طول اللايف، ولا انا اكرس صفحتي كلها لحضرتك؟ لا. شفناكي في فيديو طالعه بتكلمي شخصيه عربيه، بتقولي لها انا اتكلم على بنت بلدي بس محدش يتكلم على طبعا بنت بلدي، طبعا وهاجمتيها جدا جدا. يعني. شفت عرفنا سيدة رأي حضرتك كان سيدة مين غير. السيدة اللي كنت تقصديها؟ والله انت عايزنا نقول اسامي؟ اكيد طبعا، مش بنت بلدك هي بنت ودافعتي بلدي. عنها هي ام بكل عمر. قلب. ام عمر فراولة. اه كان يعني انا مش متابعاها كتير، بس هي طبعا ست، عارفاها. ليا عارفاها تجربة معاها قبل جميلة كده. طبعا. لما استدعوها عشان يسألوها على حاجة، في واحدة غير مصرية طلعت فرحانة فيها وكانت بترقص وبتغني، اللهم لا فالموقف شمال. استفزني جدا. اللهم لا شمال طبعا. طبعا. فرحت عملت عليها رياكت، قلت لها لو انت شمتانه في بنت بلدي فبنت بلدي خرجت، لكن انت لو عندنا في مصر بفيديوهاتك ما كناش هنطلعك، كنت هتفضلي طبعا محبوسه. طبعا. طبعا بنت احيي بلدي. حضرتك جدا يا طبعا بنت فندم، بلدي. احييكي على جرأتك وشجاعتك في طبعا الله كل كلمة يخليك. بتطلع من حضرتك. اشكرك، ميرسي على ذوقك. شكرا. لو اتعرض على حضرتك عمل بطولة الفنانة بدرية طلبة، هتستخدمي عواطفك ولا هتستخدمي حسك الفني ولا هتفكري؟ بص، انا زعلت منها على قد حبي ليها، مم. والجمهور كله الزعل القوي دوت برد الفعل العنيف ده من شدة حبهم ليها طبعا. للفنان. فهي صدمتنا برد فعلها. برد الفعل. بصراحة الله يعينها على اللي هي فيه. موقف لا يحسد عليه. قراية التعليقات والظهور على السوشيال ميديا بيبقى ليه تفاصيل وليه حاجات كده قاسية جدا، ممكن تضرك قوي وممكن ترفعك فوق. طبعا. فهي ربنا يعينها على اللي هي فيه. طبعا موقف رهيب صعب جدا، وكان قدام الجمهور مباشر، فلا موضوع قاسي قوي. وانا زعلت منها جدا على قد حبي ليها، عشان اكون صريحة يعني، وما زلت. طيب ايه رأي حضرتك في موقف الفنانة وفاء عامر في الكلام اللي بيتقال الفترة دي؟ بص، أستاذة وفاء عامر أنا اشتغلت معاها مسرح وأنا طبعا في المعهد. فنانة كبيرة طبعا ست جميلة وست جدعة وست بنت بلد. ولما كانت بتخش معايا في الجلسات على اللايف، وزلت أساندها وبحبها جدا، لأن أنا عارفة إنها ست جدعة. بس مع الأسف الشديد السوشيال ميديا قاسية قوي. قاسية جدا. أنا عايزة أقول لك وإحنا في اللايف وفي البرنامج بنكتشف إن في ناس بيتكلموا على ناس كده لمجرد الترند. لكن انا لما شفت استاذه وفاء عامر على البرنامج، انا ما حبيتش، لان هي نجمه صف اول. نجمه صف اول، نجمه كبيره وليها تاريخ دوت. في ناس من جميع الجنسيات ومن جميع الثقافات ومن جميع. لا والله انا اشتغلت مع استاذه وفاء عامر ايام ما كنت في المعهد في مسرحيه نساء السعاده، هي كانت بطله العرض. والفتره دي ما شفتهاش. اما جت على التيك توك اتفاجئت ان هي موجوده وبتعملي لايكات على فيديوهاتي. عارفاكي. اتفاجئت. هي معجبه بفيديوهات بتاعت تحيا مصر. وان انا بنتقد التسول على البرنامج عشان بيسيء لبلدنا. هي جميله قوي وجدعه ووطنيه رهيبه وبتغير على بلدها جدا. لكن وجودها على السوشيال ميديا وهي جدعه قوي
وعايزه تساعد ما الناس. ينفعش. وهي كمان شخصيه عامه ومشهوره على طبعا مستوى مصر والعالم العربي. طبعا الشخصيه لها تاريخ كبير. فالناس على السوشيال ميديا 3/4 انت ما تعرفش نوعيتهم. النوايا عالم افتراضي، انت بالظبط. بتتعامل مع اكونتات ممكن تكون مش فيك. معروفه مين دي. فبتبقى قاسيه جدا جدا على مم. الفنانين، انا بحسها كده قاسيه جدا على الفنانين، صعب. ايه رأي حضرتك في الفنانين اللي هم موجودين ومتواجدين على التيك توك؟ انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، هي السوشيال ميديا عموما اتعملت للي عندهم موهبه واللي عنده محتوى، وان انت تبقى قاعد قدام حد عارف هو طالع ليه. ايوه انا بشوف ممثلين قاعدين انا عارفه ان دي ممثله فلان الفلانيه او ده فلان الفلاني، لكن في ناس كتير بتقعد على السوشيال ميديا انت ما تعرفش هو مين، نيته ايه. ولا ثقافته ايه، ولا تعليمه ايه، ولا نيته ايه، ولا اي حاجه. انا لما بشوف فنان انا عارفه ان دي فنانه عارف ده مين. وقاعده قاعده في لايف، قاعده في ايوه. جوله، قاعده في حاجه. يعني على قد ما احس انه ده طبيعي ظهورهم، على قد ما هم بيحتكوا بناس وبيشوفوا ناس. الموضوع مباشر قوي على التيك هي توك. بداية اصلا السوشيال ميديا كانوا دايما بيبعتوا الممثلين ان هم يطلعوا عشان ظهور الممثلين بس في بعض الاماكن بيشهر الابليكيشن، بيشهر حاجة. بيشهر الابليكيشن. بالظبط. بس لو تسالني انا، لا، انا ما احبش اي ليكي نجم. رأي اخر. ما احبش اي نجم او اي ممثل ايا كان يطلع على الميديا خالص، طب لان تقدري عندك الجرأة تقول لنا ليه؟ عشان الممثل انا عندي في حته كبيره ليه قوي حتة مكانة تانية. قوي قوي، ما تروحش ناحيتها. الممثل ده شاطر، والممثل بالذات لما يكون ممثل وفنان شاطر عنده موهبه وليه ستايله وليه مكانته. ايوه ما ينفعش تخش تقول له كلمه عيب، ما ينفعش تكتب له تعليق مش لطيف. طبعا. هو ملوش ذنب انه ممثل، واحنا في عصر سوشيال السوشيال ميديا ميديا لازم اكون موجوده. لازم اكون موجود. هم على فكره هم موجودين عشان لازم يكونوا موجودين. طبعا. فاهمني؟ اذا ما كانش في تيك توك يبقى في فيسبوك، يبقى في في اليوتيوب، في الانستجرام. هو موجود يا حبيبي، الممثل الفنان. خد وليه بالك، جمهور بيحبه. وليه جمهور بيحبه. بس خد بالك كمان مش الممثلين بس، في فنانين تشكيليين، في مزيكا، في في عزف، اطباء، في مهندسين. الناس دي مش يعني مع الزمن اللي احنا فيه مع الاسف مش عارفين نعيب على الزمن ولا نعيب على الناس. بيحتكوا بناس تعليقاتهم قاسيه قوي بالظبط. عليهم، على فنان. ايوه طبيعي ان الفنان يكون فرحان بالجمهور وهو بنشوف بيكلمه. كومنتات وبنشوف كل ده على لكن السوشيال انت بتشوف تعليقات قاسيه جدا قاسية عليهم، جدا وتجرح. بزعل عشانهم. عشان كده بقول لك لو التعليقات هتضايقوا بلاش. طب ايه رأي حضرتك في القانون اللي اتحط للناس اللي بتكتب التعليقات القاسية دي، الناس اللي بتجرح الناس وبتشتم في التعليقات؟ انا عايزه اقول لحضرتك لو انت هتقعد على السوشيال ميديا وهتجري ورا كل تعليق، أكيد. يبقى انت مش هتفضى. لا ما ببصش على اي ما تعليق انا ما خالص. ببصش. وخد بالك ده في ناس بيعملوا اكونتات باسامينا. طبعا. فانت بقى طبعا. عايزني اسيب مثلا شغلي لو بشتغل، عندي اعلان، عندي أكيد. مسلسل حلو، عندي فيلم مشتركه فيه بشكل جميل، اسيبه واطلع؟ لا خلاص. الفيلم بتاع احمد مالك وعايزينا ان احنا نحضر عرض مع حضرتك. يا رب يا رب يا رب. ان جميل شاء الله يا باذن رب. الله، ودايما نشوفك كده في نجاح كبير يا رب. الله يسعدك، ميرسي، شكرا. بروفايل انا الملكة، حضرتك اكتشفتي ازاي انه راجل؟ انا دارسه مسرح، طبعا. فبعرف ابص للتفاصيل. اكيد. فلما بخش الاقيه في اللايف لابس النقاب ومغطي كل حاجه، بص على كف ايده، نقاب لابسين، لابس نقاب، وغالبا ست قاعده جنبه، هو حاطط النقاب مغطي كده، فلما بيتكلم انت مش هتشوف شفايفه، أكيد. هتسمع صوت. فاللي جنبه ست وهو قاعد بهيئته كراجل وبيتشقلب وبيتكلم. بص بقى على كف ايده، هتلاقي كف ايده مش حريمي خالص، هتلاقي بنيان جسمه عريض كده. ركز في عينه قوي لان هم مبينين عينهم، هو راجل رسمي. وانا قلت انه راجل وطلع راجل فعلا. اتقبض عليه. خد بالك كمان من حاجه، انت لما بتشوف اللايف لازم تبص في التفاصيل، لازم تقرا عين اللي بيتكلم اللي قاعد قدامك عشان تعرف اذا كنت هتصدقه ولا لا. مش كل الناس بتركز في التفاصيل. لا لازم لو انت عايز. لا الناس دلوقتي ابتدت ان هي تركز مع الفضايح ومع المشاكل ومع بيشوفوا المشكله رايحه فين ويجروا وراها. لا بص، هي بتبقى احيانا كتير التيك توك من ساعه ما الناس، للاسف يعني من ساعه ما الناس عرفت ان التيك توك بيدي فلوس، فكل اللي ملوش واللي ليه في اي حاجه دخل عشان ياخد فلوس. انت عندك محتوى الناس تديك عليه فلوس، ولا هتخترع هيافه وتفاهه واسلوب مبتذل وكلام مش لطيف عشان تشد انتباه الناس؟ بتعملوا ترند في الحاجات اللي دون المستوى. بتصدر ايه بالظبط حضرتك؟
انت شفت مرة ترند في واحدة ست راقية وجميلة وبتربي ولادها بشكل محترم؟ ما شفتش. مم. شفت ستات بتطلع على البرنامج بتقول اسرار بيوت، عاملة محتوى بيتها واسرار جوزها. في واحدة ست تطلع تقول انا بصرف على جوزي؟ طب انتي ما عندكيش ولاد؟ مش خايفة من المدرسة؟ مش خايفة من اللايفات اللي بتتسجل؟ اقل بيبي دلوقتي عنده 11 12 سنة ماسك موبايل ممكن يسجل لايف حضرتك، طبعا. وانتي قاعدة بتتكلمي بشكل مش مؤدب. ولادك، اهل جوزك، بتتكلمي في ايه يا ست الكل؟ هو ده محتوى؟ فكل الناس اول ما عرفت ان ده بيعمل مشاهدات كله طلع يجري. كله يطلع اسرار. بس ايه النتيجة في الاخر؟ هدم الاسر، هدم القيم اسره كامله. كاملة. لا وكمان انت بتصدر صورة مش موجودة. مش موجوده. الست الأصيلة المحترمة الراقية عمرها ما تطلع بالظبط. أسرار بيتها للعلن. طبعا. بس هم شغلوا كاميرا وشالوا حائط الستر بتاع بيتهم عشان يعلوا المشاهدات. لسه كنت هسأل حضرتك، السنه دي رصيد الستر اتشال من على ناس كتير، حضرتك شايفه ده؟ ربنا في السماء بيبقى كبير، لما يديك فلوس كتير بيزودك، مم. ولو قبلتها بيزودك بيزود تاني، اكتر. وبعد كده يزودك تاني، وبعد كده يكشف سترك، طبعا. وده بيبقى حلال. رصيد الستر على فكرة السنه دي في كشف اتشال من على ستر، ناس في كتير. كشف ستر حلال، انك بتشيل الغمة من على عيون الناس طبعا. وتنبه ويكونوا عظة مم. لأي حد عايز يعمل زيهم. طبعا. لازم تكون دي حاجة جميلة اللي بيحصل دوت، والناس المتعاطفة لا. انتوا بتهدموا قيم مجتمع مش في طبع الست المصرية انها تطلع تفضح جوزها، مستحيل. اللي انتوا شفتوه على السوشيال ميديا ده مش حقيقي. طبعا. لو طلعت 5 ستات 10 ستات تطلع تتكلم عن جوزها وعن اسرار بيتها ومطبخها واكلها واوضه نومها، ايه ده مش الكلام ده مش موجود. انت كشفت حائط الستر في بيتك، اوعي تزعلي ان انا هنتقدك، لانك انت سمحتي لي، اللي سمحتي سمحتي ليا، فتحتي بيتك للكل. سمحتي ليا ولغيري ان احنا ننتقدك، ندخل جوه البيت وننتقدك. طبعا. احنا مش هسيبك. انت بتصدري صوره مش حقيقيه على الست المصريه، احنا مش كده خالص. روحية سالم مع ولا ضد؟ مع سوزي الأردنية ولا ضدها؟ ضد. أم مكة ضد. وحش الكون وأطفالها بقى، مش هقولك وبناتها وأطفالها. ايوه كان موضوع رأي قاسي. حضرتك إيه؟ لا طبعا موضوع قاسي جدا، والحمد لله الداخلية عندنا قبل هوجة التطهير بتاعت أيوه. السوشيال ميديا اللي موجودة دلوقتي طبعا. لا، وحش الكون اتقبض عليها وفعلا خدت عقوبة اعتقد 3 سنين، وولادها تقريبا اتحطوا في دار رعاية لان هم دون السن، لان كانت بتظهرهم بشكل غير لائق. بالظبط. طبعا ضد جدا. وده تنبيه لأي أم تعمل كده في أولادها. ما انا بقول لك اللي بيحصل ده كشف الستر ده، اوعى حد يزعل، لا ده كشف الستر ده توجيه ووعي، وان الناس تاخد بالها ان مش كل المشاهدات والفلوس اللي بتجيب مشاهدات وبتجيب فلوس مش اي حاجة تعملها. لازم تعرف ان كل حاجة بتتسجل وضدك كأب كأم كأسرة. انت بتتكلمي في ايه؟ انت طالعه ايه؟ بتهدم أسرة كاملة، بتهدم عيلة كبيرة جدا، وبتصدري ايه للمجتمع، وبتصدري ايه للناس الغير المصريين على السوشيال ميديا. والأطفال دول لما يكبروا هيطلعوا بسلوك ازاي لما تكون الأم هي اللي بتوريهم الكلام ده. أنا عايزة أقول لحضرتك، هم أطفال الناس دول أطفال؟ أنت جاوب. أطفال البلوجرات المشاهير أيوه. كبار قوي اللي فاهم ولادهم، رد بصراحة أطفال؟ يعني أنا نقول مش الكل، في منهم عندهم أطفال. ما فيش حد، لا هم لا أطفال سنا. أيوه. لكن وعيا لا أكبر، سابق السن طبعا عدى وعارف يعني إيه عارف سكور، كل شيء. يبقوا مش أطفال طبعا. بس كده أنت كده بوظتهم. حضرتك الولاد طب أقول لك حاجة يعني لما تكون بنت صغيرة وتطلع على السوشيال ميديا 15 16 سنة مثلا وتشتغل على التيك توك 4 سنين وبتجيب فلوس، انت مدرك البنت دي بتتعامل مع باباها ومامتها في البيت ازاي؟ خلاص طالما دفعت فلوس اكيد باباها مش هيقدر يفتح بقه معاها بكلمه. بالظبط كده. وقبل ان هو يمد ايده وياخد فلوس. حضرتك بتصدر لي ايه بقى للمجتمع وللبنات اللي في سنها؟ ضياع ودمار. يبقى حلال فيهم اللي بيحصل ولا حرام؟ اكيد. بس طبعا حضرتك اكيد شفتي الطفله هايدي بطلة كيس الشيبسي عمر. ايه رايك في اللي بيحصل دلوقتي على السوشيال ميديا بخصوصها؟ بخصوص هايدي. في ناس انتقدت الضجه اللي اتعملت عليها، وانا بحس ان هي ما خدتش حقها في الضجه. ليه بقى؟
عشان الناس من كتر ما شافت الوحش حسسونا ان ده العادي، ده ده الطبيعي. العادي. لكن لما شفت هايدي بتعمل ان الموضوع كله كان قلب طفلة فيه رحمة طفلة جميلة قوي قوي، طلعت اللي في عملت قلب. كده وصورناها، فالناس بقى بتتهافت ان يصوروها. طب ما هو طبعا يصوروها، مم. اما اللي احنا نجيب لك طفلة تقول لك لفظ خارج تطلعوها ترند وتصدروها للعالم وقنوات تستضيفها وتقعدوا تعملوا عليها ضجة، أكيد. وهو ده اللي يبقى العادي؟ لا أكيد. حضرتك، العادي ان هايدي موجودة أيوه. وفي ملايين زيها، بنت مصرية. بنت مصرية علمت الناس الرحمة الرحمة. بتصرف بسيط قوي. الولد اللي تقريبا في الإسماعيلية الآلة الحاسبة، مش عارفة نسيت اسمه حبيبي، ابن الإسماعيلية. ابن الإسماعيلية، اه الولد الصغير اللي بيمسح العربيات وطلع مخه أيوه. بيحسب بشكل سريع جدا. ما شاء الله. ده اللي ياخد ترند. دايما يعني المصريين بيطلع منهم علماء كبار وبيطلع منهم عالم الذرة وناس كتيرة بس يعني. صدرهم للميديا، صدرهم ووديهم ترندات، اه ما تصدرش الاشكال اللي احنا بنشوفها في الفترات الاخيره وتقول لنا ان دول الاطفال لا لا. لا لا، اكيد الناس اللي هم العلماء والناس المبتكرين اكيد مش فاضيين للسوشيال ميديا ومش فاضيين، يعني مش كل وقتهم على السوشيال ميديا. انت انا ليه بحس ان كل اللي متصدر سلبي؟ ليه؟ رأي حضرتك ايه في الموضوع لا ده؟ طبعا حاجه حمله ممنهجه. طبعا صح. طبعا حمله ممنهجه. انت بتصدر ايه صورة للعالم؟ للعالم بتصدر ان ايه هم دول سيبك، المصريين. بتصدر ايه للعالم العربي على السوشيال ميديا ومن العالم العربي، وفي كتير عرب في دول اوروبيه ايوه وفي كل حته، عايز تصدر لهم ان احنا ايه؟ اكيد. لا طبعا. هي دي زي ما يكون يعني الواحد بيتشغل دماغه شويه، زي ما يكون حاجه ممنهجه ان انت ايوه عايز تصدر المصريين بالصوره دي. بصورة. هقول لحضرتك حاجه، الحكومه كانت طلعت قرار، كانت مستاءه من دراما رمضان اللي اللي فاتت، فات. لان هم اغلبيه المسلسلات مع الاسف الشديد ما كانتش بتمثل الحاره المصريه ولا الشعب بالظبط. المصري في الالفاظ ولا في الزور كلنا كنا متضايقين. هو نفس الضيق اللي عندنا على السوشيال ميديا. ما تصدرش المصريين بشكل مبتذل وشكل مش احنا مش احنا دول، احنا مش احنا رافضين الصوره دي تتصدر علينا عشان زي انا وحضرتك وغيري وغيري. لا احنا مش كده طبعا. وان انتوا اقليه، ولو اه انتوا بتاخدوا ترند في كده فانتوا لا تمثلوا المصريين ابدا. طبعا. الست المصريه ست راقيه وبتعرف تتكلم، بتعرف تظهر على السوشيال ميديا بشكل مؤدب، حتى لو ست بيت، حتى لو واحده بتعمل شغل بسيط بس بتطلع بكل ادب واحترام، تحترم نفسها، تحترم عائلتها، تحترم بلدها الكبيره، عائلتها الكبيره، بلدها تشرف. انت لما بتقول انك مصري او من اي دولة عربية ايا كان، انت بتمثل بلدك، فصدر بلدك بشكل راقي ومحترم. طبعا الناس بره عارفة ان احنا المصريين مين هم كويس، يعني الناس اللي بتسافر اكيد بتشوف استقبالنا لما الناس بتعرف ان احنا مصريين، طبعا بيبقوا فرحانين قد ايه بينا وبيبقوا مبسوطين وعايزين يقربوا لنا اكتر يعني. ربي يحفظنا. ومصر امين زي يا ما رب. بقول لحضرتك امين. مذكورة في القرآن ومحفوظة بأهلها، شعب امين. واعي وشعب بيدرك ايه اللي بيحصل. امين يا رب. روحية سالم، وفاة اخوكي اثرت فيكي؟ طبعا. هي اللي خلتك انعزلتي شوية؟ لا هو انا كان الراجل الوحيد في حياتي، انا ما اتجوزتش، ويمكن انت ما سألتنيش، وما عنديش ولاد، فهو كان الصغير وكان شاب زي القمر، الله يرحمه. كان سند بمعنى الكلمة، أخويا وصاحبي الله يرحمه. وحبيبي، وكان أنتيمي وفجأة راح شغله الساعة 8 الصبح، الساعة 2 كلموني وقالوا لي في شاب ميت على الأرض مات. فأنا طبعا كنتش واعية لأن أختي كانت متوفية بقالها سنة و6 شهور، فهو اللي كان ساندني في وفاة أختي. فتخيل شاب طويل عريض زي القمر وضحكته ما بتفارقش وشه وعنده قبول غير طبيعي، شاب خرج من الصبح لشغله مات. فاحنا بنكلم الدكاترة، قالك موتة ربنا ازاي يعني؟ انت شايف حتة منك سندك، انا بروح شغل بالليل في التصوير، فهو كان بيوديني وبيجيبني على الطريق، فانا يعني تصويري بيبقى في اكتوبر، امانك وحمايتك في الدنيا، في مدينة الانتاج مثلا، ما كانش بيسيبني، كان بيفضل معايا وكان بيفضل مساندني ومتابعني
وسند ليا. فما بالك بقى لما بركب العربية وبروح مشوار طويل، هو بيبقى معايا على الطريق، تحس انه روحه معايا. احنا لحد دلوقتي اصلا مش مستوعبين ان هو مشي. يعني انا بيبقى عندي يقين كتير ان الباب بيخبط وهو يخش يضحك لي. لحد دلوقتي انا مؤمنة جدا بالموت وانه في مكان احسن من كده الله بكتير، يرحمه. بس هو لسه عايش، هو لسه ممشيش، هو موجود. كل حاجته موجودة، وهدومه وتليفونه كل تفاصيله. هو سرق. بص، هو الموت دوت أوحش حاجة فيه، إن لما حد بيمشي بياخد جزء حتة منك. هو خد كل حاجة، مفيش فرحة كاملة، مفيش ابتسامة كاملة، مفيش أي حاجة. لو هو كان موجود كان زمانه واقف في وسطينا، وكان واقف ساند كده بإيده وعمال يبصله وبيبتسم. أخويا ده خد روحي. لو خدت بطولة أكبر فيلم، لو اشتهرت على مستوى مصر كلها، قلبي مش هيفرح بعديه. موضوع أخويا خلص كل الفرح وكل الحب. اسمحي لي ان انا لا عادي، الحمد لله. ولاده موجودين. انا استاذنكم، انا ديني معلش. لا أنا تمام. انا بمر باللي انت مريتي بيه دوت، وحاسس بيه لان انا حصل معايا برضه. الموت علمني الزهد. كلنا رايحين. الزهد هو الفراق بس. لا، انك تكون زاهد، انك تكون مش عايز حاجة، انك تكون مش طمعان في حاجة، موجعة. مش عايزة حاجة. لو عايز عندك فلوس فللناس، لو عايز مني اي حاجة هديها لك. ما خلاص، بقاش ما ده حتة ان انت بالظبط. تمتلك حاجة، لا مش موجودة. مش موجود. وخد بال حضرتك، الناس كتير لما بتفقد عزيز لازم تطلع باللي حصل بحاجة في شخصيتك. لازم ترجع من هناك في حاجة حصلت لك. مش كل الناس بيروحوا يزوروا ويتأثروا. القلوب بقى، بس في ناس بتتأثر الإحساس عالي. يعني أنا لما حصل موقف زي كده، أنا قلت لازم أروح أعمل عبرة، أكتر حاجة تبرد قلب الإنسان يعني. ربنا يخلي كل حبايبكم ويحفظكم ويخليكم انتوا لحبايبكم انتوا كمان. الموت قاسي، ورحلة رحلة غريبة وغامضة، ورحلة بتبقى لوحدك ومحدش يعلمها غير ربنا. فدي يمكن القاسي اللي فيها، ان انت بتبقى ماشي لوحدك خالص. كل اللي بيحبوك هيوصلوك ويمشوا، وحاجتك خلاص مع الوقت يا حد يستعملها او تفضل زي ما هي. لكن هي فكرة انك انت في الرحلة الوحيدة لوحدك. كل رحلاتك مع حد، او حتى لما بتطلع رحلات دلوقتي بيبقى باختيارك انك تكون لوحدك. لكن فكرة الموت قاسية في ايه؟ في ان اللي ماشي لوحده هو. وفي ناس بتسلم وهي ماشية، وفي ناس بتمشي من غير سلام، وفي ناس بتبقى ماشية قلقانة، وفي ناس ماشية خايفة على ولادها، وفي ناس ماشية وهي ماشية كانت واعية، وفي ناس أغمى عليهم وما صحيوش تاني. فهي فكرتها في الوحدة إنك تمشي وحيد. لو اخترت الوحدة في حياتك لوحدك فده اختيارك، لكن لما تتفرض عليك وانت رايح تقابل ربنا، ده بيبقى فرض ولازم تقبله. شئت أم أبيت انت هي فكرة الوحدة، إنك تكون ماشي ورحلة زي ما بقول لحضرتك لا يعلمها إلا ربنا. مفيش، حتى انت مش هترجع تحكي لنا على اللي حصل. مفيش حد بيرجع يقول لنا ايه اللي حصل. اللي مشي لوحده. مش ازاي أقدار ربنا كاتبها، ونصيبه يقع في قلب المكان ويقع في الشارع، ويرزقوا بناس ولاد حلال يحافظوا عليه ويحافظوا على موبايله ومحفظته. وبحمد ربنا إن كل خير أخويا عمله في الدنيا لقاه لما ربنا خد أمانته. أخويا كان راجل محترم وراقي وكريم وكان ذوق، وكان يبقى راجع من الشغل بالليل بعربيته يوقف لك في الطريق وانت ماشي على رجلك وياخدك معاه، يقول لي انا وصلت ست غلبانه، انا وصلت راجل. اقول له اوعى، ممكن حد يأذيك. يقول لي سيبيها على ربنا. يوم ما اخويا وقع في الشارع، كل اللي عمله في حياته الناس اتحوطت عليه، وقع في الشارع بموبايله بمفاتيح عربيته بتليفونه بمحفظته. ناس حوطوا عليه كده لحد ما رحنا
استلمناه اول ما وقع مات. يعني احنا حتى لو حاولنا نشيله ونديه المستشفى هو كان اوريدي مات، بس احنا كنا بنحاول. كان هي رحله ومكتوبه علينا كلنا، والحقيقه الوحيده اللي انت عايشها في حياتك ما فيهاش كذب، ما فيهاش تخمينات، ان انت هتمشي. طبعا. امتى؟ في علم ربنا. لوحدك ونعم بالله. هتمشي لوحدك بدون سلام، وارد. ما بتسلمش وانت ماشي، انت مش عارف انك ماشي عشان تقول لي باي باي وخدي بالك من العيال. بس في ناس بتيجي قبل وفاتها بفترة توصيك على الحبايب. هو سلم علينا ووصانا على اولاده وعمل كل حاجة، عمل كل حاجة في الدنيا، وكان عامل زي الملاك كده، وخرج ما رجعش. قالوا تعالوا في واحد ميت، واحد مرمي، مش عايزين يقولوا، بس هو طريقة كلام الناس في استعجالنا احنا ايقنا ان اخويا مش عايش، وشاب زي القمر، لا عيان ولا عنده سكر ولا تعبان ولا اي حاجة. الغفلة، ربنا يكفيكم كلكم شر الغفلة. دي اكتر دعوة يا بجد، ربنا يكفيكم شر الغفلة. انا اسفة طبعا. الله يرحمه. ده احنا اللي اسفين لا ان والله انا انا اسفة. طرحت السؤال دوت لا وعملت كده. خالص، لا انا لا بعتذر خالص. بيه. طبعا انا سعيد جدا ان انا اتشرفت باستاذه روحيه سالم النهارده، وان قاعد مع استاذه روحيه سالم ده شرف كبير جدا ليا كحسين الوزيري. واتمنى ان توعديني قدام الكاميرات ان اللقاء ده يتكرر تاني، وانول الشرف ان انا اقعد مع حضرتك حتى لو مرة كل اسبوع 10 ايام، ونظهر للناس تاني بصورة جديدة وموضوع جديد وحوار جديد مع روحية سالم. انا بشكرك، انا اللي بشكركم، وبشكر الاستاذه الجميله القمر استاذه نهله نهلة اباظه. أباظة ست جميله وست راقيه رئيس تحرير البرنامج معانا أستاذة نهلة بجد أباظة. ست هانم بمعنى الكلمه، وست راقيه جدا، وانا بتشرف ان انا شفتها النهارده اول مره بشوفها. بجد انتوا ناس جميله وناس محترمه، ميرسي جدا. وسعيده بيكوا، وانا اللي بتشرف بوجودي معاكوا. واول مره يتعمل معايا لقاء زي ده، واكيد مش هتبقى اخر إن مره. شاء الله موعداني بقى المطبخ إن شاء الله وبتشرف يشتغل. بيكوا، يلا هنعمل المره مكرونة الجايه. بشاميل. يلا ان شاء موعداني الله قدام باذن الله. الكاميرات أهو بإذن وبجد الله. من توفيق لتوفيق، انتوا ناس راقيه وناس محترمه، ميرسي جدا ومعاملتكم لذوقك. شيكه قوي، وميرسي على على وجودكم كلكم، وعايزين البرنامج ينجح وكلكم يا رب. شاطرين. يا رب ينجح وبجد بحضرتك لا، بإذن الله وبيكوا يا انتوا كمان فندم. ناس مجتهده وناس راقيه قوي وناس ذوق جدا. أشكرك. انا اللي اتشرفت بيكوا. لا، أنا وجودي معاكم النهارده بجد اسعد قلبي جدا جدا ميرسي أوي. جدا، بجد أنا اللي اشكرك. بشكرك جدا يا فندم، نورتيني ونورت الجميله الاستاذه الدنيا كلها. الجميله استاذه، انا بجد نهلة أباظة. ميرسي استاذه أستاذة نهلة نهله. أباظة. ربنا يحفظك، وميرسي على ذوقك واستضافتك ليا النهارده. حاجه تتحط في CV عندي، تشرفني وتكبرني. اشكرك من كل قلبي. أشكرك. ميرسي. أشكرك جدا يا فندم. ميرسي قوي، شكرا.